بالنسبه للناس اللي بتنسى رمز الحمايه وتيجي تعمل سوفت وير وتتفاجئ ان كل حاجه هتتمسح وتزعل وتقول روح يا اولاد هنعمل ايه هنسوي ايه، وبتحاول توصل لحل، ولكن للاسف الحمايه حاليا ما خلتش حلول الموضوع ده. يعني نسيت رمز الحمايه بتاعك ومش عارفه، وانت ما عملش نسخه اللي في الجيميل بتاعك او مش حافظ الجيميل بتاعك، انت كده خلاص كل بياناتك اتمسحت او لابد انها تتمسح. طيب تعمل ايه مستقبلا عشان المشكله ما تحصلش معاك تاني؟ بعد ما تعمل سوفت وير التليفون بتاعك ويفتح، تعمل عليه حساب جوجل جديد وتحفظ كلمه السر والبريد في مكان امن، وكل اسبوع من بياناتك ترفع نسخه على جوجل درايف في التليفون، علشان لا قدر الله لو حصل معاك موضوع السوفت وير تاني او نسيت رمز الحمايه تاني، تنزل جوجل درايفر هتلاقي كل حاجتك موجوده عليه، الاسماء والصور والفيديوهات وكل بياناتك. وده الحل الوحيد والحل الامثل. يعني الخلاصه انك لازم تعمل ايميل جوجل تكون حافظه ببريده وكلمه سره وترفع عليه بياناتك، وده الحل.